السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت منذ قليل مباراة النادي الأهلي ضد البنك الأهلي في المباراة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز. النادي الأهلي بدأت تشكيلته بطريقة 4-3-2-1. الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا. قدامهم ثلاثة في نص الملعب: أكرم توفيق، مروان عطية، وإمام عاشور. طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، وجراديشار. المباراة بدأت بضغط عالي من النادي الأهلي، واصل المباراة كانت لحد الدقيقة 20 هجمة هنا وهجمة هناك، أو ضغط متقدم من النادي الأهلي لحد الدقيقة 20. لحد الدقيقة 20 الكورة تبدأ من إمام عاشور في نص الملعب، باص لمحمد هاني، محمد هاني لونج باص طويل لأشرف بن شرقي، استلام من أشرف بن شرقي، يبص لمسه لامام عاشور، امام عاشور يدوب يسلم بس يهيئ الكوره، وصاروخ ارض جو في شباك حارس مرمى نادي البنك الاهلي. كوره لا تصد ولا ترد من افضل لعيب في الدوري المصري، بلا جدال، بلا منازع، بلا اي فتي، بلا اي حاجه خالص. هو امام عاشور زي ما قال ايمن الكاشف: ذا ماستر اوف ذا سبينس. لاعب متكامل بكل الاوصاف، لاعب ما فيهوش اي ذره غلطه. الكوره كانت في رجله، هو الوحيد اللي بيقدر ان هو ينقل الكوره من نص الملعب لحد 18 الخصم بكل سلاسه، بيقدر يستحوذ على الكوره، بيقدر يسدد من اي مكان. وكمان كوره الهدف من روعتها انها بالرجل الضعيفه لامام عاشور. امام عاشور ما عندوش رجل ضعيفه اصلا، امام عاشور رجله الشمال حطها فين؟ في الزاويه 90. كوره لا تصد ولا ترد، رهيب 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 بمعنى الكلمه. كوره لو جبنا حراس الدوري المصري يقعدوا تحتها 3-4 سنين مش هيصدوها بالشكل ده. الولد يا دوب هيئ الكوره قدامه لمسه بس بدون اي فت، على طول جول جول. كمان قبل لقطه الهدف على طول امام عاشور طلب ان هو يغير الستارز بتاعه، طلب من الجهاز الاداري بره وشاور لهم ان هو عايز يغير الستارز، تقريبا كان في مشكله. بمجرد ما غير الستارز على طول بعدها بمفيش بدقيقه مثلا ولا دقيقتين على طول جات له الكوره، شاطها شومه في المرمى. ما تتصدش يا جدعان، بكل روعه. هو تقريبا ده هياخد هدف الموسم، ده من اجمل اهداف الموسم بلا اي هدف ليه منازع. مفيش اي مقارنه ما بينه وما بين اي هدف، بجد الهدف تحفه بمعنى الكلمه. زي ما قلت لكم الكوره بدات من اشرف بن شرقي، باص لامام، امام ما يفكرش مرتين على طول تراك جول. الاهلي الشوط الاول شوط حلو، شوط فيه لا مركزيه من طاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي وامام عاشور، مع نزول محطه جامد زي جراديشار اللي النهارده ما كانش موفق خالص، ما كانش عنده توفيق ابدا، كان عنده سوء توفيق جامد رهيب. لكن هو كتكتيك في الملعب كان بيعمل حاجات صعبه جدا على اي مهاجم. كان بينزل دايما محطه ياخد المدافع في ظهره، يعرف يسلم لامام هو راجع من نص الملعب، او هو داخل عليه بنص الملعب يعرف يسلم لطاهر محمد طاهر، يعرف يسلم لاشرف بن شرقي. فحرفيا هو كان مشغل الثلاثه، لكن هو مش قادر ان هو يفنش. جات له اكتر من كوره في الشوط الاول بس بينهيها بشكل سيء جدا. ده اللي خلى كابتن عماد النحاس في اول بدايه الشوط الثاني يخليه اول تبديله اصلا، يعني لسه ما نزلناش الشوط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم تبديله جراديشار. فهو على المستوى الشوط الاول كان محطه كويس قوي، محطه بمعنى الكلمه. هو لعيب سريع جدا، لعيب قوي، لعيب بيعرف يحط المدافع في ظهره، بيعرف يستلم الكره تحت اي ضغط، وبيعرف يلف بالمدافع ويباصي سواء لنص الملعب اللي جاي عليه او حتى للوينجين بتوعنا. فجراديشار النهارده كان بيقابل سوء توفيق جامد، نتمنى له التوفيق في المباراه القادمه. بس النهارده كان عنده سوء توفيق وحش جدا، كان النهارده وحش قوي في الملعب. الفينيشر بتاعه كان وحش، كان وحش في الشوط الاول. لكن هو كمحطه زي ما قلت في الشوط الاول كان عاملها بشكل حلو وشكل ممتاز، شكل يجي منه. خطوره البنك الاهلي كلها في حاجتين بس: هم بيعرفوا يستغلوا الاطراف او الباكات بتوعهم، سواء كان هنا السيد نيمار والناحيه الثانيه يعقوبه. هما الاثنين عندهم سرعات وعندهم مهاره فبيعرفوا يتحركوا، فبيلعب على محطه كويس قوي زي اسامه فيصل لاعب دولي. فهم كل خطورتهم في كده. فالدقيقه 43 كوره من سيد نيمار ياخد بيها احمد نبيل كوكا يوديه ورا الشمس. مش فاهم
مصطفى العش كان باله فين او دماغه فين في الكوره. وياسر ابراهيم كمان، ياسر ابراهيم مش ضاغط ابدا خالص على يو النور، يلف بيه وهوبا تبص تلاقي جول. الشناوي لا يلام ابدا، الشناوي الكره ما بينه وما بين المهاجم ما فيش مترين، فانت احنا بنجيب اللوم عند الشناوي ليه؟ الكره والغلط كله على خط الدفاع بتاعنا. احنا بجد خط دفاعنا سيء جدا. يعني احمد نبيل كوكا انا ما اعرفش هو ايه امكانياته اصلا يلعب في الاهلي. انا من رايي كمشجع، انا اي مباراه بينزل فيها انا بكره نفسي فيها وانا بتفرج عليه. هي الكره في رجله مش مؤذه بجد. فالكوره في الدقيقه 43 كوره زي ما قلت لك، السيد نيمار يدخل ال 18، اللعيبه بتتفرج عليه بتحلق عليه اصلا، يباصي عرضيه حلوه، عرضيه لياو النور يلف بياسر ابراهيم تريك جول التعادل. زي ما قلت لك جرادي شار كان في الشوط الاول كان وحش قوي، لدرجه ان في الدقيقه 43 عرضيه من احمد نبيل كوكا لطاهر محمد طاهر يهيئ الكوره لجرادي شار ولا اروع. لكن تصرف غريب من جرادي شار بشكل وحش جدا فوق العارضه. هجمه كانت ممكن في الشوط الاول يخلص 2-0 او 0 ده كمان، دي قبل كوره ياو النور. يعني المباراه كان ممكن تخلص 2-0 في الشوط الاول او 2-1 على الاقل. فكان لازم يتستبدل وتم الاستبدال في الشوط الثاني، يعني اختيار في التبديل موفق جدا. بس اهم ما في المباراه الشوط الثاني بدا كان سيء جدا من يعني لعيبه البنك الاهلي. رصه اتوبيس في خط الدفاع، بجد هي رصه اتوبيس في خط الدفاع بتقول لك ايه يا باشا، انا هنا مفيش، مش هتحرك من هنا تاني، انا هنا مش هتحرك من هنا تاني، انا سجلت جول التعادل وابقى تعالى بقى هاجم. المشكله فين بقى؟ المشكله ان تبديلات المدرب بتاعتهم هجوميه. كابتن طارق مصطفى بيعمل تبديلات هجوميه وهو بيدافع. يعني نزل احمد ياسر مريان مهاجم، نزل محمد بسيوني مهاجم، نزل كام لاعب مدبولي برضه مهاجم. فانتوا كلها اللي هي وينجات ومهاجم وانت بتدافع اصلا. فاللي هو تقريبا كابتن طارق مصطفى كان بيلعب على لعبه ايه بقى؟ انا هدافع والعب على المرتده زي ماتش بيراميدز كده، فاللي هو اقدر اخطف من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي هيفتح خطوطه كده كده. هفتح خطوطي انا كنادي اهلي، عايز اسجل، عايز اجيب الجون الثاني، فانا هفتح خطوطي بقى وابدا اهاجم والكلام ده، فانا اقدر في المرتدات ان انا اسجل الجون الثاني. بس ده طبعا ما حصلش، لان النادي الاهلي كان حرفيا متوازن ما بين هنا وهنا. احنا كنا بنضغط وكنا بس ما فيش خطوره لحد الدقيقه 96 بقينا قفشه بينقل الكوره في نص الملعب، مروان عطيه هكذا يجي مروان عطيه يلعب واحده لونج باص او عرضيه زي الكتاب ما بيقول. ياسر ابراهيم انا هعد الجمايل ليك النهارده، هعد الجمايل. انا ما يهمنيش مباراه صن داونز، خلاص كده كده بطوله افريقيا انا خسرتها، لكن انا الماتشين اللي فاتوا دول والماتش ده انا بعد لك الجمايل. انا هعد انا الدوري ده هسميه باسمك. زي ما بقول لك عرضيه من مروان عطيه لياسر ابراهيم يهيئها لوسام ابو علي في ال 18 بدماغه، تنزل قدام رجل وسام ابو علي عشان يسجل الجون الدقيقه الجون الثاني حرفيا اتسجل في الدقيقه 96 او 95 و30 ثانيه. هدف قاتل، هدف خلاص خلص المباراه حرفيا، هدف خلانا ال 90 دقيقه واقفين على اعصابنا. بس الحمد لله في النهايه قدرنا ناخد الثلاث نقط. حاليا النادي الاهلي في المركز الاول، بيراميدز ثاني، النهارده فاز على بتروجيت 2-0. متبقي المباراه الاخيره ضد نادي سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي يكفي التعادل، بس احنا طبعا ان شاء الله مش هنلعب على التعادل وهنلعب على الفوز عشان الدوري يكون ال 45 ان شاء الله في الجزيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.